عارف الباروكة اللي على راسك بتتعمل إزاي؟ رحلتها طويلة وغريبة شوية، بس هي مش زي ما الناس بتبالغ. في البداية الشعر بيكون شعر بشري حقيقي متجمع من ناس باعت شعرها واتبرعت بيه. بيوصل المصنع متشبك ومختلط عشان جاي من مصادر مختلفة. العمال بيبدأوا يفردوا الشعر بإيديهم شعرة شعرة، منظره مش حلو، بس ده طبيعي في أول مرحلة. بعد كده تيجي مرحلة مهمة جدا، فك التشابك. بيستخدموا بلسم ومواد مخصصة للشعر عشان الخصل تمشي بسهولة من غير ما تتقطع. الشعر بيعدي على أدوات معدنية تفرده وتخليه ناعم ومتساوي لما يوصل للشكل المناسب ويتفرز حسب الطول. كل خصلة لازم تبقى شبه التانية، لأن أي فرق بسيط هيبان في الشكل النهائي، بس لحد دلوقتي لسه مش جاهز للبيع. الشعر بيدخل مرحلة معالجة إضافية زي التنعيم أو التلوين باستخدام مواد كيماوية زي اللي بتستخدم في أي صالون كبير. طب الريحة بقى قوية شوية، بس ده جزء من التصنيع، وده مش دليل إن الشعر مضر أو نفايات. مع الوقت الشعر بيبقى ناعم ولامع وشكله كأنه متقص من جديد، وفي الآخر يتحول لباروكات بأشكال وستايلات مختلفة وتوصل لمحلات شيك من غير ما حد يفكر في الرحلة اللي عدت بيها. ده مش زبالة ومش سحر، هو بس شعر بشري مر بمراحل تصنيع كتير عشان يوصل للشكل اللي احنا بنشوفه ده. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا. الجهاز